في بيت قديم من بيوت زمان في مصر كان في سيد معروف بالبخل الشديد وبيحب الأكل الفاخر جدا، لكن من غير ما يصرف. في يوم من الأيام نادى على جاريته، قال لها: يا جارية. قالت له: نعم يا سيدي. قال لها: عايز وليمة كبيرة، أكل يشرف الضيوف. الطلب كان واضح: لحوم وسمنة وبهارات وأكل يكفي عزومة كبيرة. لكن لما الجارية دخلت المطبخ اتصدمت. الخزنة فاضية، المطبخ مفيهوش غير حاجات بسيطة جدا، ولا في فلوس تشتري أي مكونات جديدة. وقفت تفكر: ازاي أعمل وليمة من غير أي حاجة؟ رجعت للسيد وقالت له بهدوء وذكاء: اطبخ يا جارية، كلف يا سيدي. جملة بسيطة جدا لكن معناها قوي. يعني لو عايز أكل حلو لازم توفر تكلفة للأكل، ولو عايز نتيجة كبيرة لازم توفر لها إمكانيات حقيقية. مش ممكن تطلب المستحيل من غير أدوات. ومن هنا بدأ المثل ينتشر في مصر كلها، وبقى يتقال في مواقف كتير جدا، في الشغل، في الدراسة، في المشاريع، وفي أي حاجة محتاجة إمكانيات. ولو حد طلب منك حاجة كبيرة من غير تجهيز، رد عليه فورا وقوله: اطبخ يا جارية، كلف يا سيدي. ومع الوقت بقى المثل ده جزء من خفة دم المصريين، وبيستخدموه لحد النهاردة بكل بساطة وسخرية ذكية. وسؤالي ليك: ايه اكتر مثل مصري نفسك نعرف قصته بعد كده؟ ودي قصة المثل المصري: اطبخ يا جارية، كلف يا سيدي.